السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبك. الفيديو اللي معانا النهاردة عن مرتضى منصور وكلامه عن فتوح وعن عبد الله جمعة. طلع امبارح المستشار مرتضى منصور على قناة نادي الزمالك واتكلم عن فتوح وعبد الله جمعة، وفي كلامه عن فتوح قال إن فتوح جاله المكتب وبجح فيه وقال له أنا عايز أمشي من النادي. رد عليه المستشار مرتضى منصور وقال له هات لي عرض وانا ماشيك. ومن ساعه اللي حصل ده ومرتضى منصور بيفكر ازاي اخلي فتوح موجود في نادي الزمالك وما يروحش في اي حته. طلع اشاعات عليه وانا ببصم لكم بالعشره ان هي اشاعات ومش حقيقه، ان فتوح بيتعاطى المخدرات والمنشطات وان هو كان مع نسوان، والكلام ده صدقوني ملوش اساس من الصحه، بس دي افكار دنيئه من مرتضى منصور. ان هو ازاي اخلي فتوح موجود في النادي ما يروحش في اي نادي تاني ويشوه سمعته، عشان اي نادي كان بيفكر ان هو ياخده او هو يروح له مش هيروح له بعد اللي قالوا عليه ده. طبعا لعبة وكلنا عارفينها من مرتضى منصور، ومش بعيد عليه ان هو يكون عملها فعلا وان هو يكون فعلا ده تفكيره. دي وجهة نظري في الموضوع. لعيب زي فتوح في نادي الزمالك من افضل لعيب نادي الزمالك موجود داخل النادي، مرتضى منصور مش هيفرط فيه بسهوله. مرتضى منصور مش هيسيبه يروح اي نادي تاني، وخصوصا طبعا انتوا عارفين نادي مين، النادي الاهلي. مش هيسيبه يروح نادي الاهلي او يروح اي نادي تاني. طبعا هو جاب مرتضى منصور عبد الله جمعه وطلعوا معاه في فيديو وقال له انا اسف يا سياده المستشار وبعتذر لجمهور نادي الزمالك على اللي انا عملته وعلى اللي انا خدته، وبوعد الناس ان انا مش هعمل كده تاني ومش عارفه ايه والكلام ده كله. في لعيب يطلع يتكلم ويقول على نفسه كل الكلام ده وان هو فعلا عمله؟ ده لو هو فعلا حصل منه كده ما يطلعش يقول على نفسه انا عملت كده اصلا. الموضوع يعدي عادي او يعدي ما بينهم بصفه ان هي ما تطلعش على التلفزيون، محدش يشوف الكلام ده لو حتى حصل. بس انا ببصم لكم ان هو برضو عبد الله جمعه كبش فدا. الموضوع كله في نظر مرتضى منصور فتوح مش عبد الله جمعه، بس هو مش عايز يفرط في فتوح. يعني بكلام امبارح مرتضى منصور عن فتوح ان هو عنده نيه في ان هو عايز يمشي. فطبعا انا ازاي اخليك تمشي من النادي كده عادي وانت اهم لاعب عندي في النادي؟ وعلى فكره عيله فتوح مش عيله قليله، ده عيله ليها وزنها وليها اسمها في الدوله، تمام؟ واللي بيحصل ده مش هيسكتوا عليه. انت بتشوه سمعة لاعب وانسان في حياته العملية والشخصية في كل حاجة. لما يكون على فكرة معلش يعني لو هنيجي تحسبها فلنفترض مثلا ان هو فعلا تعاطى المخدرات، هنيجي نحسبها انت ازاي نادي عندك رقابة، وازاي نادي بتخلي بالك من اللعيبة، وازاي نادي بتبقى شايف اللعيب ده وبتبقى عارف ده بيعمل ايه وده ما بيعملش ايه، وازاي يعمل حاجه زي كده؟ ازاي يتعاطى المخدرات عادي؟ يعني معلش في الكلمه، هو تعاطى المخدرات قبل الماتش ده بس؟ يعني هو جه نونوت في دماغه ان هو هيشرب مخدرات في الماتش ده اللي هو ماتش الداخليه؟ خلاص هو قبليها هرب من كشف المنشطات عشان خاطر يشرب مخدرات في اليوم ده بس، او قبليها بيوم. هو يعني قبليها قبل كده ما كانش بيشرب مثلا؟ يا عم ما تضحكش علينا، انت ما تضحكش علينا، احنا عارفين انت بتعمل كده ليه. والمشكله ان كل الناس عارفه انت بتعمل كده ليه. انت مش عايز تمشيه وهو عنده نيه ان هو عايز يمشي، بس انت مش عايز تمشيه. قول لي قناه نادي الزمالك دي بتعمل ايه غير ان هي 3 4 قاعدين في الاستوديو بيلتوا ويعجنوا على الناس باي حوارات واي هاتش، وان هم يصوروا مرتضى منصور بس في قناه نادي الزمالك؟ مفيش اهداف تانية من القناه دي؟ مفيش اهداف تانية من القناه دي؟ القناه دي ولا ليها اي 30 لازمه بالنسبه لي. وسوري يا جماعه معلش، انا بتكلم وبقول حق ربنا. لو ليا صاحب زملكاوي او اخ زملكاوي ما تزعلش مني، بس ده حق ربنا. الناس كلها والعالم كله شايفه ان مرتضى منصور ما فيش على لسانه غير ان هو ينتقد النادي الاهلي، غير ان هو يشوه سمعه لعيب ده، غير ان هو يعمل ايه، غير ان هو يشتم ده، غير ان هو يعمل كده. ده حياه مرتضى منصور، دي حياته جوه داخل نادي الزمالك بس، ما بيعملش حاجه تانية اكتر من كده. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير على قناتكم الكورة في ملعبك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.